السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال أعزائي الأوفياء؟ كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي تمام الأحوال يا ربي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، أهاليكم، وليداتكم، أزواجكم، عائلاتكم، والديكم. كنتمنىكم تكونوا في صحة جيدة يا رب. كنشكركم جزيل الشكر على دعمكم وعلى تعاليقكم اللي كتوصلني، كتحفزوني بها الصراحة، كتفرحوني بها. وكنرحب بالناس الجدد اللي عاد التحقوا بأسرة عالم حنان أم ضحى. مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيخص الفاصوليا البيضاء اولا اللوبيا على طريقتي. كنديرها باللحم ديال الابل، كتجي لذيذه وكتجي معلكه وفي نفس الوقت ما كتذوبش، كطيب مزيان وما كتذوبش. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا عندي هنا كيلو الا ربع ديال اللوبيا. المهم نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. عندي واحد البصله، جوج قشور ديال الحامض الطري، من بعد الحامض خضر، من بعد ما زولت له اللب ديالو كيجي مر الصراحه. كيطلق المروريه في الاكل، داكشي علاش كنزول اللب، كنخلي غير القشره كتعطي واحد لوغو زوين. جوج مزيودات ديال الحار، عندي قزبور ومعدنوس. هنا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم بعد ما حكيتهم. عندي بالنسبه للتوابل عندي غير الملح والابزار والتحميره، ما استعملتش التوابل بزاف. وهنا عندي اللحم ديال الابل، بامكانكم ديروا اي لحم متوفر عندكم. هنا عندي تقريبا انا واحد نصف كيلو، ماشي بالضروره ديروا نفس الكونتيتي اللي درت انا. عندي جوج طريفات ديال الذروه. صافي هاد هما المكونات. عندي واحد ربع كيلو ديال الطوماط سوريز من بعد ما سلقتها شويه وطحنتها. صراحه طوماط سوريز كتعطي اللون، عكس المطيشه الاخرى ما كتعطيش اللون بزاف. طوماط سوريز كيكون اللون ديالها احمر، داكشي علاش غنستعملها. نبداو على بركه الله. غناخذ طنجره ندير فيها شويه ديال الزيت، الكميه اللي غادي طيب ليا. المهم عينكم ميزانكم على حسب شحال دايرين ديال اللوبيا. بالنسبه للوبيا انا باش كنختصر الوقت كنكب عليها الماء غليان في شي اناء اللي كيستحمل الحراره، وكنغطيها مزيان. كنخليها تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه، كتكون شربت ديال داك الماء. كيكون سهل باش طيب، يعني ما كتاخذش معايا الوقت بزاف. وفاش كنبغي نضيفها مع لاصوص كنديرها تسلق لمده ديال نصف ساعه ولا ما كاملاش. كنكون ندير الكميه تاع الماء قليله لحقاش ديجا شربت الماء مزيان، وما كنصفيهاش باش نستافد من الفوائد ديالها. هنا غادي نضيف الثوم من بعد ما سخنت الزيت. نحاول بما امكن باش ما تحرقش ليا الثوم، لحقاش الا تحرقت كتعطي واحد لوغو ما زوينش في الاكل. هضرتي طبعا موجهه للمبتدئات، اما المحترفات راه ما كندويوش عليهم. غادي نحك هاد البصله، اللي بغى يقطعها يقطعها، انا غادي غير نحكها في الحكه كتكون غليظه. دابا غادي نضيف عليهم الماء الكافي اللي غادي يطيب لي اللحم. كيف ما كتعرفوا اللحم الابل كيحتاج شويه للطياب، راه قاصح. غادي نضيف عليهم الماء الكافي وغادي نخليهم حتى يدخلوا من الطياب، عاد غادي نضيف عليهم المكونات الاخرين. هنا خديت اللوبيا، درتها تسلق، غادي نخليها لمده ديال نصف ساعه. غادي نضيف معها واحد راس معلقه ديال الكمون، واحد نصف معلقه كبيره ديال السكر، كيعطيها واحد الطعم حلو وما كتكونش فيها الحموضه ديال المطيشه نهائيا. غادي نخليها تسلق واحد المده ديال نصف ساعه بعد ما طاب ليا اللحم ونرجع معكم. دابا من بعد ما طاب اللحم كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليه
وربع دنوس. غادي نضيف عليه الطماطيشه، انا درت طماطيشه كثيره لحقاش عندي اللوبيا كثيره، داكشي علاش شي الحاجه غادي نكون مع الطماطيشه. صراحه كتجي لذيذه وكتجي معلكه، كيجي المذاق ديالها هائل. غادي نضيف هاد المزيودات ديال الحار والحامض القشور ديال الحامض الاخضر، ماشي حامض مصير. الا بغيتو تضيفوا الحامض مصير حتى هو ضيفوه. غادي نضيف واحد الكميه من الماء باش ما تجيناش لاصوص خاطره بزاف. غادي نخليهم يطيبوا وينسجموا مع بعضياتهم، وطيب ليا الفلفله وهاد الحامض. اللحم كيف ما قلت لكم راه طاب تقريبا، طاب مبقاش ليه بزاف. عاد غادي نضيف عليه اللوبيا. وبهذا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. كيف ما كتشوفوا هذه هي محبوبه الجماهير، الفاصوليا البيضاء اولا اللوبيا، طبق المغربي بامتياز. انا وجدتها باللحم ديال الابل، كتجي هائله وكتجي معلكه وفي نفس الوقت ما معجناش، وكيجيو الحبات باينين فيها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما نكونش طولت عليكم بزاف وما نقويتش عليكم الهضره. الا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش من الضغط على زر الاعجاب، وما تبخلوش عليا من التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزوني بها وتخليوني نعطي احسن ما عندي. وبالنسبه للناس اللي عاد شافوا القناه ديالي او لا تصادفوا معها وعجبهم المحتوى، يشتركوا معايا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى فيديو جديد ان شاء الله.